السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل ملك العزومات واحب صنف لقلبنا كلنا، الجلاش باللحمة المفرومة. بس مش اي جلاش هنعمله بطبقات مورقة جدا، وخلطة لحمة ريحتها هتجيب لاخر الشارع. وهقول لكم على السر اللي بيخليه مقرمش من بره ودايب من جوه من غير ما ينشف منكم ابدا. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. جبت طاسة وسبتها تسخن كويس كده على البوتاجاز، ودلوقتي هنزل بثلاث معالق زيت، وبعد كده معايا 3 معالق سمنة بلدي افضل، بيديكي طعم وريحة في منتهى الجمال. هننزل بيهم كده ونخليهم لحد ما يسخنوا. معانا بصلتين متوسطين هننزل بيهم، طبعا البصل حسب كمية اللحمة اللي انت هتعمليها. هنبتدي بقى نشوح كويس جدا لحد ما البصلة تدبل معانا وتاخد اللون كده الذهبي، يبقى ذهبي شفاف وخطير. قلبي فيه كده شوية. وصفة جميلة وخطيرة، امشي بس على الخطوات فعلا مش هتندمي وهتعملي احلى جلاش باللحمة المفرومة. نقلب كده كويس لحد ما لون البصلة يغير معانا. طبعا كمية البصل اللي انت عاوزة تستخدميها في اللحمة المفرومة، يعني معاكي الكيلو ممكن تحطي عليه كيلو بصل، زي ما انت عاوزة. نص كيلو نص كيلو، ممكن تحطي بصلة او اتنين، ممكن تزودي لحد نص كيلو. يعني لو هتعملي نص كيلو لحمة تحطي نص كيلو بصل، بيدي طعم مسكر وحاجة جميلة وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هننزل باللحمة. معانا نص كيلو لحمة مفرومة هننزل بيه. تجيبي لحمة كويسة من جزار مضمون عشان انت تأكلي ولادك حاجة مضمونة. هنبتدي نقلب ونشوح كده لحد ما لون اللحمة يفتح معانا ويستوي معانا كويس جدا، ودي خطوة مهمة. وفي نفس الوقت اللحمة تاخد من طعم البصل. نقلب بالراحة، وطبعا النار عالية عشان اللحمة ما تجيبش ميتها. تفضلي تقلبي كويس كده اهوت، وما تحطيش التوابل دلوقتي لحد ما اللحمة تستوي معاكي. شايفين لونها عامل ازاي؟ ابتدى يغير معانا وريحتها في منتهى الروعة. ودي اللحمة بعد ما اتشوحت وخدت لون، شايفين كمية قد ايه؟ طبعا انا بمشي خطوة خطوة بالراحة عشان المبتدئين. انا عارفة ان انتوا كلكم شاطرين وبتعملوا احسن من كده 100 مرة. يلا بينا دلوقتي هننزل بالتوابل. انا بحب توابل بسيطة. معايا نص معلقة فلفل اسود، ومعايا رشة قرفة، ومعايا معلقة صغيرة ملح. هننزل بيهم ونقلب. عاوزة تحطي بهارات سبعة براحتك، عاوزة تحطي بابريكا دي اضافات تقدري تحطيها او قطعه. انا اوقات بحب كده طعم اللحمة يكون مميز وباين معايا، بيبقى فعلا طعمه خطير في الجلاش. قلبي بقى كويس كده عشان كل اللحمة تشرب من التوابل. شايفين جميلة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ومفيش فيها مية خالص، ومفيش فيها اي سوائل خالص. اهي كده بقى خلاص استوت معانا تماما ونضجت خلاص. هنركنها بقى كده لحد ما تبرد خالص. يلا بينا دلوقتي نعمل مع بعض التشريبة اللي هتخلي الجلاش مورق وفي منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي معانا كوباية لبن هننزل بيها، ومعانا دلوقتي بيضتين هننزل بيهم، ومعانا دلوقتي معلقة واحدة كده دقيق هننزل بيها، هتفرق جامد. ومعانا معلقة صغيرة ملح، ومعانا رشة فلفل اسود صغير، ومعانا دلوقتي نص معلقة بيكنج باودر هننزل بيهم، ومعانا دلوقتي معلقتين زيت هننزل بيهم، ومعانا 3 4 معالق سمنة كده هننزل بيهم. ونقلب بقى الخليط ده كويس جدا. دي طريقة جديدة هنعملها مع بعض، فعلا بتفرق وهتديكي فعلا توريقة جميل جدا يا جماعة. عاوزة تعمليه براحتك زي ما بتعمليه السمنة والزيت بس مفيش مشكلة. احنا بقى كده كده بنسقيها باللبن والبيض، لا اعملي بقى السمنة والبيض واللبن كله مع بعضه والبيكنج باودر، فعلا بتطلع طريقة جميلة جدا. قلبي بقى كده كويس لحد ما يدوب معانا وكل المقادير تختلط مع بعضها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ خطيرة وفي منتهى الجمال. جبت دلوقتي صينيه ودهنتها كويس جدا بالسمنه من القاع كده ومن الجوانب، تدهنيها كويس جدا. لو مش عاوزه تحطي سمنه كتير وعندك ورقه زبده، حطي ورقه زبده تحت مفيش اي مشكله. لكن انا هعملها دلوقتي بالسمنه. تدهين الجوانب كده والقاع، جميله وخطيره وفي منتهى الجمال. شايفين التوزيع لازم يبقى بالطريقه دي، الجوانب وتدهينوا كل قطعه في الصينيه. يلا بينا دلوقتي هنجيب الجلاش مع بعض. معانا لفه جلاش اهي، تحطيها على فوطه كده وتغطيها عشان ما تنشفش منه.
هناخد بقى ورقة ورقة كده ونشتغل مع بعض. هنجيب كده أول ورقة ونحطها تحت في الصينية أهي بالراحة كده واحدة واحدة، وتتنيها كده من الجوانب عشان طبعًا بتبقى كبيرة على الصينية. شايفين التانية عاملة إزاي؟ أهي. تمسكيها كده لتحت وتفرديها كويس من الجوانب بالطريقة دي أهي، وتثبّتيها كده تحت. يالّا بينا دلوقتي معانا التشريبة الخطيرة دي، نبتدي نوزّع على ورقة الجلاش كلّها، ما تسيبيش ولا قطعة في ورقة الجلاش ما فيهاش من التشريبة الخطيرة دي. يالّا ندهنها كده بالطريقة دي كل الجوانب أهي. شايفين؟ هنا ننزل بالورقة التانية. أنا هاقول لِك نصيحة كدهوّة، أمّا تيجي تجيبي الجلاش حاولي تجيبي جلاش الشركات، ما تجيبيش الجلاش السايب اللي هو بيتباع في المحلات اللي برّه، جيبيه اللي هو ماركة أو مغلف فعلًا بيفرق معاكِ جدًا في التوريقة وفي الطعم وفي كل حاجة. شايفين؟ يالّا بينا دلوقتي بعد ما نزلنا بالورقة التانية هنبتدي بقى نغلفها بالتشريبة الجميلة الخطيرة ديّة، برضه زي ما اتفقنا نغطي كل الورقة بالتشريبة، الزيت والسمنة والبيض واللبن، حاجة جميلة وفي منتهى الروعة. أهو نوزّع كده على الجوانب، وحاولي كده تخلّي الجوانب نازلة، ما تخلّيش ورقة الجلاش خارجة كلّها لبرّه كده. أدي ورقة تالتة أهوّة. طبعًا لفة الجلاش بيبقى فيها حوالي 18 واحدة، فإحنا بنحط 8 تحت كده، وبنحط 8 فوق، يعني حاولي تخلّيها نُص الكمية تحت ونُص الكمية فوق. هنوزّع بقى التشريبة زي ما أنتِ شايفة بالطريقة دي، خطيرة وهيدّيكِ توريقة في منتهى الجمال. يالّا ننزل بقى مع بعض بآخر ورقة في نُص كمية لفة الجلاش، هننزل بيها كدهوّة. طبعًا دي مش هنحط عليها التشريبة، لإن هنحط عليها العصاج اللي إحنا معصّجينه الخطير، هننزل بيه بعد ما نسويها كده خالص. سويها كده من الجوانب وافرديها أهي، جميلة وخطيرة وصينية خفيفة وزي الفل. يالّا بينا دلوقتي هننزل بالعصاج كده تفرديه على الصينية كلّها، حاولي ما تخلّيش ولا حتّة ما فيهاش من العصاج الجميل دوّة، واحدة واحدة كده وابدئي افرديها. شايفين شكله عامل إزاي ومفرفط وجميل إزاي؟ زي الفل. يالّا بينا دلوقتي بقى هتضغطي كده على خفيف آه، واحدة واحدة وتوزّعيه على الصينية كلّها. أيوه دوريها كدهوّة عشان تعرفي تشوفي الجانب التاني، واحدة واحدة أهي. خطيرة يا جماعة وجميلة وسهلة وكلنا بنحبها. أنا باشرح واحدة واحدة عشان المبتدئين، خلّي بالكم كلنا إحنا بنعرف نعمله، بس واحدة واحدة عشان في ناس لسه أول مرّة يخشوا المطبخ، فبيتعلموا واحدة واحدة. يالّا بينا دلوقتي نزلنا بورقة من أوراق الجلاش، هننزل قصادها كده لو في حتة مقطوعة عادي ما فيش أي مشكلة، ضبّطي الصينية، حتى لو لفة جلاش حطيتيها في الفريزر ولقيتيها مقطّعة ما فيش أي مشكلة، بتطلع معاكِ برضه صينية جلاش زي الفل. أنتِ بتفرديها وأمّا بتحطّي بقى عليه العصاج وبتحطّي التشريبة، بيخش الفرن بيبقى كلّه كلّه زي بعضه قطعة واحدة، تيجي تقطّعيها تلاقي كإنها سليمة ما فيش فيها أي حاجة. فلو في لفة جلاش اوعي ترميها، تضبّطيها كده وترصيها هتطلع معاكِ زي الفل من إيديكِ. يالّا نوزّع التشريبة كده زي ما بنعمل أهي، خطيرة وجميلة. وطبعًا اللي فايض من التشريبة دوّة مش هنرميه، إحنا هنسقي بيه الجلاش، طريقة سهلة وخطيرة. أهو، افردي بقى كده من الجوانب أهي، ونزّلي كده الجلاش في الجوانب كده، حاولي ما تخلّيهاش منحكشة كده، أهو، واحدة، واحدة، ونبدأ بقى بالتشريبة، وزّعي كده كويس. كل سنة وأنتم طيبين، جميلة وخطيرة وسهلة، وحاجة في رمضان كده ما فيش سُفرة رمضان وأي عزومات بتستغنى عن الجلاش، كلنا في أي عزومة لازم نعمل صينية الجلاش، فتعمليها بقى بالطريقة دي هتطلع معاكِ جميلة، والكل هيقول لِك إيه اللي فيها، مميزاتها جميلة جدًا، هتطلع معاكِ مورقة وزي الفل. يالّا بينا دلوقتي هننزل بآخر ورقة من الجلاش، صلّوا على النبي كده للجمال والعظمة ده. أدي آخر ورقة أهيّة هنسويها من الجوانب زي ما اتفقنا، حتى لو شايفين مقطّعة معايا إزاي عادي ما فيش أي مشكلة خالص، كلّه بيتصلّح. أهي ضبّطيها بس وافرديها كويس كده في الصينية أهي شايفين. أنا سِبتها دلوقتي 10 دقايق بالضبط، بعد كده هنقطّعها مع بعض. تقطّعيها بقى كده الحجم اللي أنتِ عايزاه، عاوزاها سمبوكسات براحتك، عاوزاها مربعات زي ما أنتِ عاوزة، قطع كبيرة، القطعية دي بتاعتِك أنتِ، واحدة واحدة كده وتكون سكينة حامية معاكِ. يالّا بينا دلوقتي التشريبة دي الباقي اللي فايض مش هنرميه، ده بيض ولبن،
هنسقي بيه بقى الجلاش الخطير دوت. اسقيه واحده واحده كده، والفراغات والجوانب وزعي كده كل الكميه دي عليها. اللهم صل على النبي، زي الفل. اهي. تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك، وتكتبوا لنا تعليق حلو كده زيكم. وزعي بقى كده كل التشريبه. اهي طبعا انا مولعه الفرن على درجه حراره 200، سايباه يسخن عبال ما نوزع بقى ونخلص ايه الجمال والعظمه دي. اهي في منتهى الروعه. زي ما اتفقنا مولعين الفرن، هندخلها على الرف الاوسط وهنسيبها لحد ما تاخد لون من تحت. وبعد كده هتشغلي الشوايه، هتقعد معاكي 5 دقايق كده فوق. شايفين اللون الجميل ده؟ روعه وفي منتهى الجمال. يلا بينا بقى دلوقتي نقطعها مع بعض. سهله وجميله وخطيره وريحتها في منتهى الروعه. نقطعها كده بالراحه واحده واحده. هتمشي بالسكينه على نفس العلامات اللي احنا قطعناها قبل ما ندخلها الفرن. اهي. شايفين؟ اهي نفس اماكن اللي احنا مقطعينها. واحده واحده كده اهوت. جميله وخطيره في منتهى الجمال. ودي كانت نتيجه صينيه الجلاش بتاعتنا النهارده. شايفين التوريقه واللون؟ بجد ريحه تجنن. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وتقولوا لي ايه رايكم فيها في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديده. مع السلامه.